مشاهدين قناة الفضائية القبطية، معنا اليوم الأستاذة مروة الصعيدي من قلب ميدان التحرير. كنا عايزين النهارده يعني أولا نهنيها بعيد تحرير سيناء يوم 10 أكتوبر 73. وكنا عايزين نعرف من حضرتك يا أستاذة مروة يعني النهارده يعني الفرحة اللي موجودة ديت يعني سببها إيه؟ يعني الشعب كله التف حوالين ميدان التحرير من غير زيت وسكر ودقيق وفلوس كما يروجون في رابعة العدوية وميدان النهضة في الجيزة. هو النهارده الدعوات كلها على الفطار وصلاة التراويح والسحور في الميدان وفي الاتحادية. النهارده دعوة عشان العاشر من رمضان. الناس اللي هم تبع مرسي نزلوا وقالوا النهارده هيبقى آخر يوم للانقلاب العسكري، فاحنا كلنا بننزل نأكد ان ده مش انقلاب، ده كل الشعب المصري نازل وبيحتفل بانتهاء العصر المظلم لاخوان المسلمين ومرسي وعوانه، وبنحتفل كمان بالعبور بتاع 73، وده يعتبر عبور تاني للشعب والجيش. والشعب ساعتها ادى رساله واضحه جدا للعالم كله ان تم التفاف كل طوائف الشعب من شعب، قضاه، شرطه، جيش، توحد على كل الاطياف الموجوده في المجتمع ضد الاستعمار بتاع الاخوان المسلمين لمصر اللي كان في فتره سنه مظلمه على التاريخ المصري كله. استاذه مروه، تفتكري بيوصفوا هم الاخوان النهارده العبور السني، هل هم كانوا عبروا قبل كده زي ما صبحي صالح قال اللي هو كان الساعة 2 بالظبط توقيت العصر توقيت مصر كان بيشرب الشاي تقريبا في رمضان، يعني هو ده العبور بتاعهم؟ هو كان على الغدا وهم بيعبروا في العاشر من رمضان. طبعا دي ساخطة منه في الكلام اللي هو كلمه، بس هو ده مما يدعي. طبعا احنا كل الناس عارفة بالتاريخ هم كان دورهم ايه في 73، وكل الناس عارفة بالتاريخ مين اللي موت ومين اللي قتل الراحل انور السادات. وده منا النهارده كلنا نترحم عليه على كل صفحات الفيسبوك الرئيس الراحل انور السادات بعبوره في 73، ونؤكد تماما ان هم ان شاء الله ناخد حقه وحق كل الشهداء من الاخوان اللي هم للاسف كانوا مفسدين في الارض حتى هذه اللحظه، ويا رب ان شاء الله يقوينا وننتهي منهم على خير ان شاء الله. شكرا يا زمر. أعزائي المشاهدين الفضائية القبطية، معنا اليوم والدة إياد من ميدان التحرير. النهارده جاية تهني الشعب المصري كله بانتصار أكتوبر يوم 10 رمضان، الذكرى المجيدة. كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني هل كما يقول صفوت حجازي والعريان وجماعة الإخوان المسلمين الانتصار دوت او العبور ده يبقى العبور الثاني بالنسبه للقوى الاسلاميه؟ لا طبعا، لا طبعا، هما بيحبوا يسرقوا الفرحه مننا. بس انا عايزه اقول لصفوت حجازي، ازاي انت مسلم ومقتنع باسلامك ومش مصدق كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال خير جنود الارض جنود مصر؟ ازاي؟ وبيشتم على السيسي وبيحرض على قتل الجنود بتاعتنا. هم ما عندهمش انتماء وطني لانهم ما دخلوش الجيش اصلا، محرومين من الجيش، عشان كده ما عندهمش انتماء وطني. هل الاسلام عند القوى الاسلاميه غير الاسلام بتاع الناس اللي موجوده هنا في ميدان التحرير؟ ده اكيد اعتقاداتهم في مرشد اللي بيبصوا ايديهم، اللي بيبصوا ايد المرشد ويلبسوه الجزمه. احنا بنسجد لله فقط لا غير، هم بيبصوا ايد مرشد. فطبعا هم عاملين واسطه بين الله وعاملين واسطه ان بيبصوا في ايد المرشد بينه وبين ربنا، لكن احنا بنسجد لله وحده. كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني هل يوجد عناصر في ميدان التحرير توزع اموال كما يروجون في رابعه العدويه؟ انا حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا بقالنا سنه انا واختي بننزل على فلوسنا، احنا ما سكتناش لحظه عشان اللحظه دي، والحمد لله ربنا وما النصر الا من عند الله. احنا مش واخدين فلوس عشان نيجي، احنا مش واخدين فلوس عشان نيجي، احنا بنجري على اكل عيش، واحنا اصلا مسلمين من قبل الثوره، ولا شغل ولا وظيفه ولا حتى عيشه تريح البني ادمين. هو ده كل الواقع.
وجودنا دلوقتي احنا سايبين شغلنا عشان نيجي، فاحنا لو سيبنا شغلنا وقعدنا لهم مش هنخلي فيها اخضر ولا يابس. ده اللي انا عايز اوصله، ان الناس اللي في رابعه واخده فلوس ومتدعمه، احنا مش واخدين حاجه. انا كنت عايز اسال، لو فدينا لهم انا عايزك توصل دي للمسؤولين، لو فدينا للناس دي سيبنا اكل عيشنا وبيتنا والله ما هنخلي فيها اخضر ولا يابس. طبعا انا كنت عايز اسال حضرتك، يعني هم بيقولوا اللي في ميدان التحرير واللي موجودين عند الاتحاديه قابضين فلوس، يعني انا عايز اعرف يعني الفطار النهارده اللي انت فطرته ده من جيبك انت ولا من جيب مين؟ في اللي قادر جاب معاه فطاره، في اللي مش قادر، في ناس بتمول. انا جايب مثلا 10 وجبات معايا، اللي معايا اللي محتاج بديله وجبه، هو ده الوضع معانا. والدليل على كده وعلى صدق كلامي ان بعد بقى كله بيخلص وقته بيروح على بيته عشان يجيب فلوس لتاني يوم. تمام. ما احنا لو واخدين فلوس هنعمل خيم وهنقعد هنا وهنجيب عيالنا وهنقعد هنا، لكن احنا بنجري على اكل عيشنا. كل واحد بيجري على اكل عيشه من اللي انت شايفهم دول كلهم. مفيش واحد قابض جنيه، بالعكس في اللي جاي معهوش جنيه يركب. يعني في ناس جايه ماشي ما معاش فلوس تركب. مش محمد بديع ده اللي قال حسني مبارك الاب الاكبر لينا؟ مش حسني مبارك، مش محمد بديع ده اللي دعا للتوريث وقال ان محمد حسني مبارك ده الاب الاكبر لينا؟ مش الشيخ محمد حسان اللي طلع يوم 24 وقال الخروج عن الحاكم حرام؟ فين دلوقتي؟ انتوا دلوقتي بتقولوا للشعب فلول، بأني منطق الشعب كان فلول وانتوا اللي كنتوا بتدعوا لموضوع التوريث. الاخ صفوت حجازي لغايه يوم 27 كان نازل ميدان التحرير يدي بعض المعلومات لقيادات امن الدوله، ولما لقاها ثوره ركب على الميدان وقال اللي احنا كنا من الثوار، واحنا اصلا جايين نحمي الجيش. بأني شرعيه اللي انتوا بتقولوا اللي احنا هنعبر وهننتصر، احنا ما شفناكمش ولا مشهد سياسي ولا حتى لو هم بالفعل بيقول لك عبور ايه؟ انتوا 80 سنه بتدعوا للدم وبتدعوا للارهاب. عبور الصهيونيه ده اسمه عبور الصهيونيه، عبور اليهوديه. المفروض ما يقولوش اسلاميه على رابعه العدويه، وهم بيستجيروا بامريكا واسرائيل. المفروض يقولوا امريكيه، ما يقولوش اسلاميه خالص. احنا بقى بنشكر السيسي اللي وصلنا للمرحله دي. هو مين اللي وصلنا للمرحله دي جزئيه. بنشكر السيسي وبنشكر قياده الجيش، لان احنا عندنا علم من السويس ومسكوا عندنا 2 تريلات كبار بلبس الجيش وبالقياده بتاعت الجيش دي عشان نبقى عارفين. والاخوان المسلمين بيقولوا على الفيسبوك عندنا في السويس ان الجيش منقسم 2 وان الجيش انقسم لهم، عايزين يعملوها زي سوريا. ده مش هيحصل ابدا. في مصريين هنا مش هيحصل ابدا. اولا احنا خلاص علبنا على لعبهم، ثانيا هو الشيخ صفوت حجازي اللي مسمي نفسه شيخ اسلامي. ازاي شيخ اسلامي وبيقول احنا هنحط صوره مرسي جنب كل شهيد في الحوض عشان يشفع له؟ ده بيسيئوا للاسلام، دول بيسيئوا للاسلام. انهي الشفاعه محدش فيهم يتكلم عن الاسلام. انهي الشفاعه اللي بيتكلموا فيها؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالش الكلام ده. مرسي ده اللي دعا للرؤوس وطنيه. يا جماعه خليك تتكلم. انهي اسلام قال لهم الكلام ده؟ في اسلام قال له نزل صوره مرسي عشان يشفع للميت. الشفيع هو الله ورسول الله مش هم. وبعدين هم يخترعوا لنا اختراعات، يقول لك جبريل نزل علينا في رابعه العدويه. جبريل ما بينزلش الا على الانبياء. ومنتهكين حرمه الجامع. استنى عليا بقى. اولا سيدنا جبريل ما بينزلش الا على الانبياء، وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء. يعني لا هينزل جبريل ولا غير جبريل لانهم هم فاسده. ازاي تنزل ملائكه مع شياطين؟ هم شياطين. اولا احنا من السويس، واخد بال حضرتك؟ واحنا كانوا عايزين يدونا فلوس عشان نطلع معاهم. احنا طالعين على حسابنا، بندفع فلوس وبندفع مواصلات ومعانا عيالنا، ما بنجيش الا بعيالنا. يبقى هم مين اللي بيدفع فلوس؟ هم اللي بيدفعوا فلوس، وهم اللي عايزين يضربوا قناه السويس وتمسك منهم ناس، وهم اللي معاهم تريلات شايله لبس الجيش واحذيه الجيش ومدافع عشان يعملوا بيت. يقول لك الجيش انقلب عليه زي ما حصل في سوريا. احنا بنشكر السيسي لان خير جنود الارض الجند المصري، وخير رجال الارض الرجل المصري، وخير نساء الارض احنا اصلا كلنا كيان واحد. حرام عليهم الفتن اللي بيعملوها بينا دي، ويتلموا احسن ويتشالوا من الكرب اللي هم فيه. عندهم 125 والله ما مسلمين. عندهم 125 حالة جرب، وعندهم 5
ربع ساعه. بقول لك ايه يا حالات تيفود. اكمل ولا امشي؟ عندهم 5 حالات، عندهم 5 حالات تيفود، وعندهم 125 حاله جرب، وحاله الجرب حالات منتشره. من الاخر كده وعشان كده هم لو على مبدا سليم هشوفهم بيولعوا في علم امريكا وعلم اسرائيل على منصه رابعه، لكن دول خرفان خونه ما يقدروش. المفروض بدل ما يقولوا اسلاميه يقولوا يهوديه او امريكيه، لكن للاسف يقولوا اسلاميه بيكذبوا على نفسهم. يا جماعه في جزئيه مهمه جدا، هم عمالين دلوقتي يضربوا في سينا. اولا ضرب خطوط الغاز اللي كانت في سينا على ايام مرسي كانت اتبطلت، دلوقتي اشتغلت تاني. ده دليل على انهم هم اللي ورا ضرب قنابل الغاز بتاع سينا، وضرب دلوقتي الجنود المصريين اللي على حدود سينا. احنا اولادنا دول الجيش ده مين؟ الجيش ده ابويا واخويا وابني وابن جاري وابن عمي وابن خالي. الجيش ده جيش المصري اللي هم عمالين ينزلوا ضرب فيه منهم لله. مش عايزك توصل. أعزائي المشاهدين الفضائية القبطية، معنا اليوم أحد المتواجدين في ميدان التحرير. هو جاي من أسيوط النهاردة عشان يوصل رسالة للشعب المصري كله في يوم النصر يوم 10 رمضان. 2 اللي هقولهم يا صفوت يا حجازي يا عبد الملك، أنت هو الخروف اللي بيموت بيصحى تاني؟ لا طبعا. الخروف اللي بيموت بيصحى تاني؟ كنت فين في 73؟ كنت فين ورا جمال عبد الناصر لما رحت السودان؟ هو جمال عبد الناصر كله مش محمد مرسي ده اللي دعا للرموز الوطنيه هنفضلهم دوائر عشان دول بيمثلوا رموز وطنيه للشعب، مثل زكي عزمي وصفوت الشريف وكمال الشاذلي. كانوا فين دول؟ الخرفان دي كانت فين ورا جمال عبد الناصر لما سابوا؟ مين اللي كان بيدعي للتوريث؟ لما هربوا ساعة الحرب. مين اللي كان بيدعي للتوريث؟ لما حركة كفاية راحت دعت وعملت خطاب في 2008 بعدم التوريث ضد الاخ محمد البلتاجي، اتعصب وقال احنا هندرس الموضوع دوت ونحن لا خارجين عن الشرعيه وعن التوريث. الناس ديت هي اللي كانت بتدعي للتوريث، والناس دي هي اللي كانت بتدعم جهاز امن الدوله، والناس دي هي اللي افسدت الحياه السياسيه، والناس دي هي اللي كانت في وش المعارضين. محمد مرسي دوت هو اللي طلع وقال. انا كنت عايز حضرتك سؤال، يعني تفتكر يعني اللي بيقول لك هناك في رابعه العدويه جهاد النكاح ومش جهاد النكاح، يعني هل الكلام ده يليق وجهاد ضد مين؟ ضد المسلمين ومسيحيين في مصر ومصريين؟ الناس دول ابطال الاسلام، برغم ان هم ما بيلعبوش اسلام، هم بيلعبوا باجنده دوليه، الاسلام نهى عن القتل، والاسلام نهى عن الاعتصامات، والاسلام نهى عن قطع الطرق، الاسلام نهى عن ان انا اطلع اكفر مسلم وهو مسلم زيي. بقاني وجه حق ان انا اطلع اكفر مسلم زيي، بقاني حق ان انا اطلع ادافع ناس واقول دول خارجين عن الشرعيه ودول بيدعموا. وبعدين انت بتقول لي انا هعبر، انت هتعبر مين؟ هتعبر الجيش المصري؟ يعني انا عايز اعرف بأني منطق انت مفكر ان انت هتعبر الجيش المصري؟ ده منطق التهييس، ده منطق ناس مش عاقله، ده منطق ناس عندها تخلف سياسي، والسياسه عمرها ما كانت بالعضلات، والسياسه عمرها ما كانت بالدم. وبعدين ال 90 مليون اللي انت بتتكلم عليهم، احنا هنحشد النهارده فوق ال 50 وال 40 مليون، هل انت تعلم عدد 40 مليون ولا عدد 50 مليون؟ فما انت معنى كده ان انت راجل جاهل، انا لا اسمح لجهله. بس ومنصه رابعه العدويه مدعمه. هو يعرف الملايين الفلوس اللي بيسرقوها بس مش اكتر. لا، ما هو القضاء المصري القضاء الشريف اللي هو جمد ارصدهم من التمويل. كلام جميل، جمد ارصدهم من التمويل. الناس دي يا اخي العزيز، الناس دي لا تعلم سياسه ولا تعلم يعني ايه مصر ولا تعلم ما حجم الجيش المصري، واحنا بنقول لهم هتظل مصريه وهتظل عسكريه وغير جنود الارض هم المصريين. انا عايز اسالك سؤال بقى. الزمن أعزائي المشاهدين قناة الفضائية القبطية، معنا اليوم أحد المتواجدين من تقريبا محافظة دمياط.
متواجدين في محيط ميدان التحرير. كان عايز يوجه النهارده سؤال قوي جدا للشعب المصري، وكنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هو السؤال. عايز اعرف ليه تمسك الاخوان ان مرسي يمسك البلد؟ دليل على ذلك ان هم عمالين يخربوا في البلد. دليل على ذلك ان مرسي عايز يخرب البلد، يرجع بالبلد 200 سنه ورا، مش 200 سنه قدام، 200 سنه ورا. مصر بلد الحضاره، كده مصر بقت بلد الفوضى، بلد الحضاره. ليه؟ مين اللي خلى مصر بلد الفوضى؟ الاخوان والناس اللي هي جايه من وراها. يعني اللي انا شايفه ان البلد خلاص عايزين يخلوها اخوان. ليه؟ هل مرسي هو اللي هيحلل الدين؟ لا طبعا. هل الاخوان هم المسلمين وبقية الشعب المصري ده كافر؟ لا طبعا. ليه؟ معلش يعني ليه؟ عايز حد يجاوبني على السؤال ده. ليه يعني؟ الناس كلها لا مؤاخذة ايد واحدة. ما ننساش الجيش في 73 معظم الاخوان اللي واقفين في ربع العدوية ما حدش فيهم كان عايش ايام 73. احنا ايام كنا اطفال صغيرة سنة 73 وسمعنا، كنا بنسمع الغارات بتاعت 73. ما يعرفش قيمة الجيش المصري ولا دخلوا الجيش. الجيش المصري كانوا معترضين عن الجيش المصري. ايام زمان كنا بنسمع عن جماعه التكفير والهجره، دلوقتي بنسمع عن جماعه دول مش جماعه اخوان مسلمين، الاخوان المسلمين دول الاخوان المجرمين، الاخوان الكفره، الاخوه الكفره. حتى لو هم يعني بيتقال عليهم اخوان مسلمين او اخوان ما لهمش دين او ليهم دين اخر، يعني هو احنا المفروض حتى على الاقل يعني يحترموا الجيش المصري، ان هو يعني بيحميهم في الاول وفي الاخر من الاعداء. استاذ الفاضل يا استاذ الفاضل، دول انا اقول لك على حاجه ربنا ذكرها في القران، حرم الله نفس قتلها الا بالحق. ليه هم عمالين يقتلوا في الناس؟ بيقول لك الجيش هو اللي بيقتل، الشرطه هي اللي بتقتل. ليه؟ دليل على ذلك ان في ايد خفيه عايزه تخرب مصر، وحاطه الاخوان المسلمين حجه في النص عشان هم اللي يخربوا البلد، عشان يقول لك ايه؟ ان مصر، اهل مصر، شعب مصر خرب مصر، وعمر مصر ما هتخرب. ربنا ما كانش ربنا ذكرها في القران، قال لك ايه؟ ادخلوها بسلام امنين. مش هنبقى سوريا الثانيه ابدا. المفروض لا مؤاخذه، المفروض اللي حصل في العراق يحصل مع مرسي في مصر. بس احنا للاسف يعني شعب يعني في روح الطيبه شويه، لما يقول لك احنا عايزين مصالحه مع الاخوان. طب مصالحه مع ناس قتلت قلوب الناس. دلوقتي هم حكموا حسني مبارك عشان قتلوا الثوار في 25 يناير. طب والناس اللي ماتت في عهد مرسي؟ اتضح انه مش حسني مبارك بقى اللي قتل الناس في 25 يناير هم الاخوان. هم حماس، هم اللي دخلوا على السجون، هم اللي دخلوا على السجون، هم اللي فتحوا السجون، هم اللي هربوا المساجين. مش عاوزين مرسي يا عم، احنا مش عايزينهم خالص. احنا هم يسيبونا في حالنا ويرجعوا مكانهم. بالظبط كده، يسيبونا في حالنا ويرجعوا في مكانهم عشان بلدنا تمشي سليمه. يروحوا يقعدوا في مطرح ما كانوا قاعدين، مش عاجبهم ينزلوا لا احنا مالناش دولة كده. مصر تتقسم اتنين، ينزلوا جحور السجون تاني زي ما كانوا. يا اخي لكن عمر ما مصر هتبقى لا مؤاخذه سوريا الثانيه. ان شاء الله بقولها وبكررها، عمر مصر ما سوريا الثانيه ولا هتبقى سوريا الثانيه. وربنا يكرمنا في الرئيس الجديد. امين يا رب، ده اللي احنا عايزينه. وربنا يخلينا المشير، مش هقول الفريق، مش هقول الفريق السيسي، هقول الفريق المشير السيسي، لان هو راجل عايز مصلحه مصر. دليل على ذلك سمع الشعب، هو قالها انا مش هنزل الا لما الشعب يقول انا عايزك. مع ذلك نزل الشعب وقف مع الشعب هو وقواته. المفروض القوات دي تبقى مأمنة الحدود بره وجوه، ما تقفش في وسط الناس دي كده. ليه؟ لأن بلدنا بلد مستهدفة في أي لحظة من اللحظات. بنشكرك جدا، وإن شاء الله ربنا يحافظ على مصر. يا رب. شكرا. أعزائي المشاهدين، فضائية الابتدائية معنا اليوم أم إبراهيم من قلب ميدان التحرير. النهارده هي نازلة ومعاها أولادها وجيرانها
يحتفلوا النهارده بعيد النصر، عيد اكتوبر، العيد اللي بنستناه يوم من السنه للسنه، ونحتفل مع الجيش وقواتنا المسلحه والداخليه والشعب كله بيحتفل بيه. كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه سبب تواجدك النهارده في قلب ميدان التحرير؟ احنا بنحتفل باعياد النصر بتاعتنا، واخد بال سعادتك، وكمان من ناحيه ثانيه احنا عايزين مصر تقوم بينا. احنا بنحب الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه عبد الفتاح السيسي، واحنا مفخورين بيه جدا جدا، واحنا محتاجينه اللي هو يقف جنب الشعب المصري ويقف بينا صح. احنا مش عايزين الاخوان تمام خلاص، دوت راي شعب. احنا كلنا نازلين ثوار مع بعضينا في قلب التحرير، واحنا اللي عايزين كلنا ايد واحده مع بعض، جيش والشعب ايد واحده، مسيح ومسلم ان شاء الله. مسيح ومسلم ايد واحده. حضرتك عايزين ربنا ينصر مصر ان شاء الله. واحنا مصريين ان شاء الله مع بعضينا، مش عايزين اسامي. أعزائي المشاهدين الفضائية، معنا اليوم الأستاذ عادل إبراهيم من دمياط، جاي يحتفل النهارده مع الشعب المصري بعيد النصر 73 يوم 10 أكتوبر، اليوم العظيم. 10 رمضان كان يوم 10 رمضان صلحنا. اليوم اللي كان الجنود كلهم صايمين ونازلين يحاربوا. كان بعض القوى الإسلامية منهم اللي كان في السجون، ومنهم اللي كان قاعد بيشرب الشاي في مسيحي ومسلم وبيتفرجوا على النصر، وقال لك احنا من عظماء حرب اكتوبر. كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه اللي خلاك تندفع وتنزل على ارض الواقع وتشارك اخواتك المصريين بالاحتفال؟ احنا اول حاجه انا سمعنا للسيد ابراهيم كامل من دمياط، عندي مصنع مبنيات وتيار شعبي، ودايما على طول في اي من ثوره 25 يناير اللي خطفوها الاخوان مننا بعد ما احنا اتعورنا واتبهدلنا في الميدان ده اهو، هم اللي كانوا بيقتلونا وعدت المرحله بتاعتهم. احنا جايين النهارده اول حاجه ننصر الراجل ده اهو السيسي، ونقول له احنا معاك بقلبنا وبروحنا ومع الجيش المصري كله، مسلم ومسيحي وجميع الطوائف في مصر. النهارده احتفال ب10 رمضان، واحتفال كمان بنصر الشعب المصري لرأي للإخوان من الحكم، لأن دول كانوا أخطر حاجة على الشعب المصري، لأن دول عملاء أمريكا وإسرائيل، ودول كانوا هيقسموا البلد ويبيعوها حلايب وشلاتين ربنا وصحراء النقب. احنا في يعني بتوع غزه عشان يوسعوا اللي عملوا اللي سرقوا حسني مبارك في 30 سنه، هم سرقوه في اقل من سنه. احنا عندنا في دمياط قافلين مصانعنا وما احنا ما عدناش لاقيين ناكل. احنا نزلنا اتعورنا في الثوره في 25 يناير، هم قطفوا الثوره بعد يناير في مارس، وجم المره دي اخذوا السنه سرقوا البلد وباعوا الشعب. ربنا ينصر السيسي ورجال القوات المسلحه، ونشكر الشرطه اللي هي اتضمت للشعب تاني وحست ان هي من الشعب. ونقول للاخوان، نداء للاخوان، خشوا انتوا نسيج مصري، خشوا مع الشعب المصري واندمجوا معاه علشان مصر تحقق امنيته ما تتباعش للغرب. وفككم من المنظمات الارهابيه. من يوم ما سبتوه دخل قلب كام مليار دولار اللي كنتوا بتتخانقوا على 4 مليار من الصندوق الدولي وفضحتونا ماشيين تشحتوا في الدول. ونقول لاوباما، يا اوباما قرار الشعب المصري رجال متحركه، الشعب المصري رجال متحركه، ما فيش حد هيعرف. انتوا اقعدوا ذاكروا في حرب 73 في ثوره الشعب المصري، ذاكروا الشعب المصري بيعلم العالم الثوره ازاي والديمقراطيه ازاي اللي انتوا بتتكلموا عنها. واحنا اولاد دمياط اجدع شعب، والثوره ثوره دمياط اللي هي تعتبر قلعه الصناعه في الشرق الاوسط وفي العالم كله، بتنادي لاوباما المبونات الاساسي، والمبونات اللي كانت بتخش لانيك من امريكا، في امريكا كانت من مصر عن طريق ايه؟ عن طريق الدول العربيه، تصدرها وتروح تتقفل هناك وتجي لنا هنا. احنا شعب صناعي، شعب ديمقراطي، شعب حضاري، شعب محترم وحربي برضه، وهتقعدوا تدرسوا هو ايه الشعب المصري لغايه الان ولسه هتعرفوه. شكرا. واحنا الامن والامان في البلد،
ويراعي الامن في البلد والنهضه. ولو كان مرسي رجع في قراره، السيسي لم يرجع في قراره، عشان ده راجل قائد عسكري متربي على المبدأ، ومش عميل لامريكا ولا عميل لاسرائيل ولا باع حلايب ولا شراتيب ولا باع صحراء النقب وما باعش صحراء النقب لغزه عشان يوسع المستوطنات الاسرائيليه اللي هو محتلها الجيش الاسرائيلي على حساب مصر. وبعدين مرسي بيعودنا ان الكهرباء تقطع والميه تقطع عشان ايه؟ عشان يبيع السد بتاع من اثيوبيا، وبعد كده يروح على اسرائيل، وقال لك هيحصل فيضانات، البلد هتغرق هناك، قال لك هنعمل 7 سدود قبل منه عشان ايه؟ على ما يوصل يبقى سرسوب. ده لو شافوا خرم ودانهم، لو شافوا عفاهم مش هيحصل. من غير الجيش ومن غير الشعب من غير الجيش ومن غير الشرطه، شعب مصر لم يتنازل عن كفه رمل او نقطه ميه من النيل. واحنا شعب مصر بنخاطب بنقول احنا اكبر قوه في العالم، جعلنا ربنا نغور على ارضنا وعلى ديننا وعلى ارضنا، مسيحي ومسلم، راجل واحد حرر 73 مسيحي ومسلم. اي فتنه تخش بينا، اي فتنه بتخش بينا ربنا سبحانه وتعالى بينورها لنا. واحنا النهارده نازلين نحتفل بالراجل العظيم، الراجل القائد السيسي، وربنا معاه، وهو ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب انه ينصر هذا البلد. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الفضائيين، ابتدى معنا اليوم الأستاذ صامويل بشاي والأستاذ مدحت بلال. النهارده هم جايين ميدان التحرير يعني يهنوا الشعب المصري على الانتصار العظيم يوم 10 رمضان 6 أكتوبر 73. احنا كنا عايزين نسمع منكم كلمة بخصوص الاحتفالية اليوم للشعب المصري اللي بيشوفنا جوه مصر وخارج مصر، وانبهر بالثورة العظيمة بالانقلاب على الظلم اللي شافه الشعب المصري في خلال السنة اللي حكمها محمد مرسي العياط وجماعته الجماعة الإرهابية. اليوم بيقولوا النهاردة العبور الثاني قدام مين؟ هل قدام الجيش، قدام الشعب اللي وقف ضد الظلم؟ احنا هنعرف الأجوبة ديت من الأستاذ صامويل، وإن شاء الله يعني تكون الرسالة توضح من قلب ميدان التحرير. احنا جايين النهارده نحتفل بالانتصار العظيم بتاع جيشنا في 10 رمضان 73، وجايين نفطر مع اخواتنا هنا ونحتفل بعظمة الشعب المصري في ثورته العظيمة 30 يونيو، وبننتقد افعال امريكا بطلبها للافراج عن مرسي العياط علشان كشف الحقائق. خايفين لمرسي يتكلم ويكشف الحقائق اللي هي الخطة اللي هو كان جاي هيعملها في تقسيم الدولة وبيع سينا وحاجات كتيرة جدا يعني أفسدت الشعب. وجايين نقول ان احنا جيش وشعب ضد الارهاب وضد التدخل الامريكي في الشؤون مصر الداخليه. تمام. طيب استاذ صامويل، كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني ليه دايما الدول الغربيه او امريكا بالتحديد بتطالب الافراج عن مرسي، مع انهم عارفين ان هو انسان ظالم وظلم شعب كبير جدا، شعب مصر. هم ليه دايما بيفرجوا عن الجواسيس او عايزين الجواسيس دول يكونوا تحت حوزتهم، او مثلا عايزينهم عندهم في البلاد؟ امريكا ما اتدخلتش في الافراج عن حسني مبارك، مع انه موجود في السجن بقاله 2 سنين، وعن اي حد مصري. اتدخلت في الافراج عن مرسي العياط، واتدخلت في الافراج عن عزام، وبتتدخل في الافراج عن الجواسيس اللي هي تابعه ليها واللي بتنفذ مخططات ارهابيه لتقسيم الشعوب وتقسيم الوطن العربي. يعني شكرا لك يا استاذ صامويل. معانا برضو الاستاذ مدحت، يعني كنا حابين نسمع منه كلمه للشعب باليوم العظيم انتصار اكتوبر 73.
كنا عايزين نسمع مع حضرتك كلمه للشعب المصري. وانا بهنئ الشعب المصري بجيشه العظيم، جيشه القوي، جيشه الذي لا يقهر، الجيش الذي قهر جميع الجيش الذي قهر جميع الغزاة. جيش مصر القوي اللي قهر اليهود في 73، هو اللي قهر دولة الإخوان في خلال السنة، هو الذي نصف الشعب. وزي ما بنقول الإخوان بيطالبوا بشرعية، أنهي شرعية اللي هم بيتكلموا فيها؟ الشرعية عبارة عن الدولة العميقة، شرطة، جيش، قضاء، إعلام، شعب. إذا كان الشعب مش معاه، فين الشرعية اللي بيتكلم فيها؟ الشرعية مع الشعب. ولما الشعب ادى شرعية لمرسي، الجيش حمى مرسي. لما الشعب طلب شرعيته، الجيش جابها له. بيتكلموا في ايه؟ الشرعية عبارة عن شعب، جيش، شرطة، قضاء، إعلام. فين دول مع مرسي؟ يبقى فين الشرعية اللي بيتكلم فيها؟ تاني حاجة، الناس الإخوان اللي موجودة اللي بيتكلموا فيها، احنا بندعو الشباب ده يصحى شوية ويشغل دماغه ويفوق شوية من اللي هو فيه. الكلام اللي بيحصل ده كلام مش مظبوط. احنا كلنا مصريين على أرض واحدة، بغض النظر عن الديانة وبغض النظر نتكلم كمصري وبعدين نتكلم كذا. يا ريتهم كانوا حكموا بالإسلام. الإسلام أسمح من اللي هم عملوه. الإسلام سمح، والإسلام يضمن حقوق المسيحي واليهودي قبل المسلم. هذا هو الإسلام. ولكن هم ما حكموش بالإسلام، هم جايين ينفذوا مخطط معين. المخطط ده منظم من سنة 82 وهم بيحاولوا يعملوه. النهارده نجحوا في سوريا وفي تونس وبيحاولوا ينجحوا في مصر، لأن مصر أقوى دولة في الشرق الأوسط. مصر لو سقطت الشرق الأوسط هيسقط، وده مستحيل هيحصل، لأن مصر في رباط إلى يوم الدين. الدين بتاعنا قال كده، مصر في رباط إلى يوم الدين. الأرض الوحيدة التي رأت وجه الله، الأرض الوحيدة الذي لنا فيها نسب وصير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الأرض الوحيدة الذي حمت موسى، النيل الذي حفظ موسى وحمله على ظهره إلى أن نزل إلى اليمن، ساحل اليمن. والسيد المسيح جه برضه ينور في مصر ساعة لما السيد المسيح نزل. مصر الوحيدة اللي شافت جميع الرسل والأنبياء. مصر الوحيدة، حتى الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما نزلش مصر، ولكن ناسب فيها ست مريم القبطية، واللي هي أم الولد الوحيد اللي خلفه. حاجة لما هو مصاهر سيدنا إسماعيل، عشان كده بنقول هو لو أنا فيها نسب وصير. الأرض دي محفوظة وفي رباط اليوم الدين. أنا مش قلقان على مصر، لأن مصر ربنا اللي حافظها في جميع الأديان. مصر حافظها بكل الأديان، مصر حافظها. دي قواتنا المسلحة اللي بتحمي الشعب المصري. الشعب المصري مش فصيل واحد، الشعب المصري جميع فصائل الشعب، ليس الإخوان، ليس مسيحي، ليس مسلم، ليس يهودي. مصري مصري، هو ده الجيش المصري. وبهنئ الشعب المصري بجيشه العظيم. شكرا ليك، شكرا. يعني احنا زي ما احنا شايفين عايزين زي ما احنا شايفين اعزائي المشاهدين. النهارده بانر عظيم جدا، يعني بيقول اذا اراد الشعب يوم اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. وهو يحمل اولا الفريق عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه، ثانيا يحمل صوره الانبا تودروس الثاني للاخوه الاباط المسيحيين، والشيخ الطيب. النهارده يعني صوره جميله جدا ومعبره عن اللي بيحصل على ارض الواقع. هو قدامنا كلمه جميله جدا للمصريين، المسلم والمسيحي بيساوي ايد واحده. هو ده اللي احنا منتظرينه من زمان جدا، واحنا بنشكر الشعب المصري بجد انه بيقف جنب القوات المسلحه مره ثانيه وبيرجع كرامه ارض مصر وشعب مصر مره ثانيه من جديد. شكرا.
كنا دلوقتي في منشورات نزلت من القوات المسلحة لقلب الميدان. احنا بنحاول أعزائي المشاهدين الفضائية، ابتدى معنا اليوم أهالي النوبة على أرض ميدان التحرير. النهارده جايين يحيوا الشعب المصري بذكرى 73 يوم 10 رمضان. معانا الأستاذ مسعد هركي يعرفنا بنفسه. النهارده احنا بنمثل مصر، مش بنمثل بس النوبة. النهارده احنا كلنا مصريين في الميدان بنقول ألف مبروك لمصرنا الحبيبة للعاشر من رمضان، اللي هي كانت حرب 73 اللي احنا عمرنا ما ننساها، وده شرف لينا كلنا ونصر لمصر. وبنقول مبروك لجيشنا، مبروك لشعبنا، عودة مصر لينا الحمد لله سالمة، وإن شاء الله نكمل المشوار لتعود مصرنا الحبيبة كما كانت عليها إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ مسعد، كنا عايزين نعرف من حضرتك يعني هل مائدة الإفطار اللي أنتوا عاملينها النهارده ديت تضم جميع أطياف الشعب المصري، ولا هل هي خاصة بس بأهل النوبة؟ عشان كده أنا بدأت كلامي معاك وقلت إحنا في الميدان بنقول مصر النهارده، ما بنقولش نوبة، ما بنقولش سوهاج، ما بنقولش اسكندرية. مصر فوق الجميع زي ما كاتبينها فوق كده، مصر أولا لأنها فوق الجميع، ودي الرسالة اللي احنا بنبعتها للشعب المصري. بنقول مصر أولا، سيناء ثانيا لأنها خط الدفاع الأول، وبعد كده بنقول النوبة ثالثا لأنها حمت مصر وفجر التاريخ. النهارده احنا جايين بنقول اهلا وسهلا في ميدان التحرير في مصر، ومصر مش بس ميدان التحرير، كل محافظات مصر الميادين بها هي ميدان التحرير. تمام. بنشكرك جدا حضرتك يا استاذ مسعد، وان شاء الله يعني نكون موجودين معاك على مدار الشهر الكريم رمضان اللي الناس كلها بتستناه من سنه لسنه عشان يكون الفرحه عامه للشعب المصري كله. انا بقولها رساله لكل شعب مصري، 90 مليون مواطن مصري. احنا هنا في مصر كلنا سواسيه، وكلنا ما فيش يحكمنا غير بلدنا، احنا اللي نحبها، احنا اللي نحابي عليها، احنا اللي نخاف عليها، ولا يحكمنا حزب ولا جماعه. مصر يحكمها الشعب، والشعب قال كلمته. اهلا وسهلا بيك. شكرا. اهلا بيك. أعزائي المشاهدين قناة الفضائية، ابتدى معنا اليوم المهندس مصطفى الفقير من شباب أهل النوبة ومنسق حركة شباب 25 يناير النهارده من قلب ميدان التحرير. كنا أولا بنقول له ألف مبروك لعيد لحضوره النهارده عيد تحرير سيناء 73 10 رمضان 6 أكتوبر. كنا حابين نسمع منك كلمة للشعب المصري والاهل النوبه وبرضو افراد الشعب المصري الموجودين خارج مصر. للاسف النهارده مش بيشاركونا في الفرحه بتاعتنا واتحرموا منها. عايز يعني توصل لهم رساله يعني قويه تمسهم يعني وتفرحهم باليوم الجميل اللي هم ما حضروش معانا. هنبدا من الاخر. رساله الى كل اهالينا واخواتنا اللي بره، ان احنا عملنا الثوره دي علشان تيجوا مصر تاني. مصر بلدنا كلنا، واظن ان ده الوقت اللي احنا المفروض نبدا فيه من جديد. فتعالى، بلدك بترحب بيك وبلدك محتاجه لك. احنا اولى بمجهودك، احنا اولى بتعبك، احنا اولى بعلمك. احنا كبلد طول عمرنا واحد، مفيش حاجه عندنا اسمها مسلم ومسيحي وسوهاجي واسواني وصعيدي. احنا ما عندناش الكلام ده ولا سيناوي. احنا طول عمرنا جمهوريه مصر العربيه، واحنا مش زي ما قالوا علينا الاخوان المسلمين ان احنا الجاليه النوبيه. لا، انا احب بس اقول لهم لو رجعنا للتاريخ ان احنا مش الجاليه النوبيه، احنا
البوابة الجنوبية لمصر التي لم ولن تخترق على مر العصور. البوابة الشرقية لمصر هي سيناء، علشان كده دايما هي أرض المعارك زي ما احنا كاتبين على البانر. فلذلك بنقول مصر فوق الجميع لأنها الأول والأوحد وهي المظلة العامة. سيناء ثانيا لأنها درع مصر التي يجب تأمينه. كل الحروب اللي أتت على مصر جاءت من البوابة الشمالية الشرقية وهي بوابة سيناء. أما الجنوب وبلاد النوبة فدي خلوها علينا، ونقول للجيش احنا منكم وانتم منا، واذا كنتم مش فاضيين او عايزين تركزوا في سينا ركزوا في سينا وسيبوا نوبة لأهل النوبة، ونوعدكم ان احنا مستمرين على العهد ومحافظين على العهد. لم ولن تخترق بلاد النوبة ولم ولن تخترق مصر من بوابة النوبة. يعني بمعنى أصح نقول أهل النوبة هم حرس الحدود لمصر. أنا عايز أقول لحضرتك إن كل شباب وأطفال ورجال ونساء النوبة هم مش حرس حدود مصر، هم أسود مصر على بوابتها الجنوبية التي لم ولن تخترق. أما بالنسبة للاحتفالات النهاردة أنا شايف إن في ظلم حصل لأبطال 73، وإحنا أخدنا كشباب ثورة أخدنا شو إعلامي أكتر من اللي هم أخدوه. هم الأبطال الحقيقيين اللي حرروا البلد، لكن يعني في فرق بس بسيط كده، ان هم كانوا عارفين العدو وكان تقريبا القوة متوازية وكان الصراع عسكري مسلح. اما احنا كنا بنحارب افكار، كنا بنحارب تسمم عقلي، كنا بنحارب جهل، بنحارب بطالة، بنحارب فساد. فاحنا عدونا كان مجهول، ولكن البطولة مشتركة ما بين الجيلين. دي حاجة مش جديدة على مصر، دي حاجة مش جديدة على مصر، طول عمر مصر بيكمل بعضها. احنا كشباب احنا مقدرين ده كويس جدا وعارفين ان لابد من صراع الاجيال، ولكن هم ابطال الماضي ونحن ابطال الحاضر، وبالتاكيد هناك ابطال في المستقبل سياتون ان شاء الله. استاذ مصطفى يعني انا بعتذر لك، اتمنى ان يكونوا من شباب الحركه. يعني انا بعتذر لان الطيران النهارده يعني شديد جدا، الصوت بتاعه دي اجمل حاجه، دي الفرحه الوحيده اللي احنا بنستناها دي. وبرضه توضيح الناس اللي فهمانا غلط وبيقولوا انتوا اللي قلتوا يسقط حكم العسكر. احنا ما قلناش يسقط حكم العسكر كسقوط جيش او كسقوط الكلام ده، احنا كان عينينا على افراد معينين وهم اللي مشوا، ولكن السيسي هو بطل وراجل وقف مع الشعب، حمى الشرعيه الشعبيه الثوريه التي نادى بها الشعب. الشعب كره النظام، فجم اتباع النظام ماشيين لغايه اليوم، يعني لغايه النهارده ماشيين يضربوا في الناس ويروعوا في الناس ويهاجموا على المحلات وبيخترقوا مواقع الالكترونيه وبيعملوا كل الفساد وبيعثرون في الارض فسادا. هل ده اسلام؟ والله ده ما اسلام. انا شخصيا لما نزلت 30/6 ودعينا ل 30/6 كان الهدف منها حمايه الدين الاسلامي من المتاسلمين. الناس دول لا بيمثلوا الاسلام ولا بيمثلوا المسلمين، واحنا نقول عليهم الاسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال سياتي قوم من بعدي، ما معنى الحديث؟ انهم كلامهم حلو جدا وشكلهم متقبل ومبتسم ويكلموك في الدين وهم ابعد ما يكون عن الدين، لا يتخطى حناجرهم. الدين دين القلب، الدين دين التسامح. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالتسامح. طول عمرنا شعب مصر مسلمين ومسيحيين كلنا اقباط، ولا بد من تصحيح المفاهيم، ونحن اصل الاقباط، لذلك نقول نرجو تصحيح المفاهيم ونرجو تصحيح التاريخ. تمام. استاذ مصطفى لو طلبت منك يعني انك توصف لي الفريق اول عبد الفتاح السيسي من الرؤساء اللي حكموا مصر، يعني نقول اول واحد الرئيس جمال عبد الناصر، ثاني واحد الرئيس انور السادات، الثالث محمد نجيب وحسني مبارك. توصف الفريق اول عبد الفتاح السيسي انهي واحد من الاربعه؟ مبدئيا هو ترتيبا ياتي محمد نجيب في المرتبه الاولى، ثم جمال عبد الناصر، ثم السادات، ثم السيسي. تمام. ليه؟ لان هم دول اللي بيمثلوا الجيش، هم دول اللي بيمثلوا المؤسسه العسكريه المصريه بانضباطها بشرفها بعدم تلوثها. كلنا نختلف مع جمال عبد الناصر او انور السادات،
لكن بالتاكيد محدش يقدر يقول فيهم كان في عهدهم فساد، محدش يقدر يقول كان هم يمكن يكون كانوا يعني مقلصين الحريات او ضاغطين شويه في موضوع الحريات وفي مواضيع اخرى. هم كان عندهم حق ان هم يضغطوا وعندهم اخطاء اللي حصل الايام ديت. القوى الاسلاميه لما طلعت اتكلمت باسم الدين بوظت شوهته، والناس دي كانت بتحافظ على الدين حق في بعض الاشياء، ولكن خلينا نقول ان العسكريه المصريه هي عسكريه انضباط، احترام للشعب وللمواطن وللوطن ككل، تمام؟ اما مبارك فهو مثل الفساد، لذلك نحن نستثنيه من المؤسسه العسكريه حتى لا تشوه. يجب استثناء مبارك من المؤسسه العسكريه وامحائه من التاريخ حتى لا يشوه التاريخ ويشوه المؤسسه العسكريه. اما بالنسبه للفريق عبد الفتاح السيسي فهو من وجهه نظري الشخصيه بيمثل اللواء محمد نجيب، واللي بعد ما قاموا الانقلاب العسكري، لان الانقلاب العسكري الذي ايده الشعب ثم تحول الى ثوره كان من ضمن اهدافه الاولى انه هيدي السلطه للمدنيين. هو ده احنا برضه لو رجعنا للتاريخ هنلاقي في عهد الرئيس الراحل محمد نجيب كان برضه في فساد، كان في ظلم، كان في استبداد، كما حصل مع محمد مرسي هو اللي حصل مع الفريق او نقول اللواء محمد نجيب. يعني الصوره تقريبا مشابهه، تمام، مع الفارق الشاسع طبعا. لا احنا مش قصدي ان انا اساوي اللواء محمد نجيب. عجباني في الفريق اول عبد الفتاح السيسي وان هو فعلا راجل وطني ونظيف، انه ساعدنا في اسقاط المشروع الصهيوني الامريكي في الشرق الاوسط وليس في جمهوريه مصر العربيه. وانا من هنا بوجه له رساله: يا سياده الفريق، اضرب بيد من حديد ونحن لن نكون وراءك، بالتاكيد سنكون امامك. امين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا استاذ مصطفى، منسق حركه شباب 25 يناير. هنشكرك جدا ونقول لكم الف مبروك رجوع هيبه مصر وهيبه الدوله مره ثانيه. يعني انا بجد النهارده يعني كان يوم جميل جدا ان احنا نقضيه مع بعضينا، مسلم مسيحي مصري نوبي وصيني واهل سينا طبعا يعني موجودين معانا النهارده، سيناوي والقاهره واسكندريه. انا ارفض هذا التقسيم. لا انا بقول كلنا شعب مصر. لا احنا انا بقول يعني الناس يعني اللي هم النهارده شاركونا في الفرحه في قلب ميدان التحرير من كل انحاء جمهوريه مصر العربيه. احنا بنشكرهم جدا وبنشكرك جدا. شكرا ليكم. ورساله صغيره للقناه عندكم، اتمنى انكم تغيروا اسم القناه، خلوها القناه المصريه الحره، خلوها اي حاجه، لكن هي القناه القبطيه اسم القناه سي سات الفضائيه القبطيه، يعني الفضائيه المصريه. ايوه، لان قبطي يعني مصري ولا مسلم ولا مسيحي. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا مسلم ارثوذكس. مسلم ارثوذكس قبطي. مسلم قبطي ارثوذكس. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. كمان معنا النهارده الاستاذ مصطفى والاستاذ مسعد من اهل النوبه، وهم اللي عملوا البانر الجميل دوت في قلب ميدان التحرير. احنا بنشكركم جدا وشكرا لكم اعزائي المشاهدين.